تنطلق مرحلة المجموعات من البطولة العربية للأندية 2023 في المملكة العربية السعودية في 27 من يوليو المقبل. وتضم البطولة عدد 16 فريق بعد انتهاء التصفيات، وتقسم المجموعات لأربع مجموعات تضم كل مجموعه 4 فرق، بحيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، على أن تقام الأدوار ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي بنظام خروج المغلوب. وتضم المجموعة الأولى الترجي التونسي، الاتحاد السعودي، الشرطة العراقي، آل الصفاقسي التونسي. المجموعة الثانية السد القطري، الوداد المغربي، الهلال السعودي، أهلي طرابلس الليبي. المجموعة الثالثة الزمالك المصري، الاتحاد المنستيري التونسي، الشباب السعودي، النصر السعودي. المجموعة الرابعة الرجاء المغربي، الكويت الكويتية، الوحدة الإماراتية، بلوزداد الجزائري. وتقام منافسات البطولة العربية في السعودية خلال الفترة من 27 يوليو الجاري وحتى 12 أغسطس المقبل. هذا وقد حصلت شبكة قنوات NSS الرياضية السعودية على حقوق إذاعة مباريات البطولة العربية للأندية هذا العام عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات على تردد 12418 أفق. كما يمكن متابعة المباريات عبر قنوات الكأس القطرية على القمر الصناعي النايل سات على التردد 12604 أفق، وعلى القمر عربي سات على تردد 11642 أفق.